عطار. صباح الفل يا دكتوره. صباح الفل يا عم هاني. لا تمام، الفلوس مظبوطه. معلش يا جدعان ما تاخذونيش، انتوا عارفين الحرص واجب ودي فلوس ناس. طب ينفع اخد العربيه بقى؟ طبعا ينفع. كان عندك شويه مشاكل في الصيانه ظبطناها لك، والشكمان كمان ظبطناه لك. لا كتر الف خيرك والله. عيب يا جدع ما تقولش كده، انت اخويا. اهم حاجه بس قبل ما تمشي تبقى مسامح في الفلوس. لا طبعا مش مسامح. مسامحين والله يا ابني، بس لو سمحت العربيه بقى خلينا نشوف حالنا ونمشي. احمد ربنا ان الحاج معاك، ما كانش هيشوفك تاني. تيكا امور يا معلم. وصلهم العربيه واطمن ان هم خرجوا من الحاره بالسلامه. عينيا. شد. يلا يا متشكرين يا ابني، متشكرين. اوعى تيجي. ايه ياض في ايه؟ مفيش يا ريس، عربيه ليموزين بره قلب الدنيا. عم هاشم. ايه يا سي يحيى؟ اتفضل عمنا، خطوه عزيزه. فاكر نفسك بقيت مهم ولا ايه؟ عم هاشم اتفضل. خطوه عزيزه يا عمنا. اتفضل يا كبير. ايه اللي فكرك بينا؟ لا والله، على اساس ان انا نسيتكوا يعني وما اعرفش حاجه عنكوا يعني. انت ايه؟ افتكرت نفسك بقيت كبير بجد؟ كبير ايه يا حسره؟ هو في ايه يا عم هاشم؟ هو انا عملت ايه لكل ده؟ بتشتغل في البلطجه، تسرق عربيات وتاخد فلوس قصادها. مش احسن ما ابيع سلاح؟ لا، بيع السلاح احسن وانضف. على الاقل مش هجيبك كل يوم من اسم شكل. اسمع، انت هترجع تشتغل معايا تاني. عم هاشم احنا اتكلمنا في الحوار ده قبل كده وجبرت. انا ماليش عيش معاه. مش بمزاجك. انت هتشتغل معايا مش عشان سواد عيونك، لا، عشان انت يحيى زين العطار. وزين العطار خلاص قرب يقع، وانت لازم تبقى جاهز. مش عشاني، عشان خاطر جدك وامك. انا كلامي خلص، بكره الصبح الاقيك في مكتبي. خلاص بقى يا سلمى. طب وحياتك عندي، اللي عمل كده في عمك شريف لدفعه الثمن غالي. كفايه دم بقى تاني يا زكريا. هو انت كمان عايز تروح مننا؟ انا لو حصل لي حاجه هتزعلي عليا؟ ما تقولش كده يا زكريا، والله العظيم ده نروح فيها. يبقى خلاص نهدى وننشف كده. يا بنت قلبي وجعني عليكي. انت مش اختي، انت بنتي، انا اللي مربيكي. كل ما بقعد مع نفسي وافتكر ان ربنا ما رزقنيش بطفل، هرجع واقول رزقني بسلمى. انا عارف انك كنت بتحبي عمك شريف، بس ما احنا حواليك اهو. ربنا يخليك ليا يا زكريا. عرفتي بقى انا بعيد ليه؟ عرفت، بس انا ما كنتش متخيله الموضوع يبقى كده. هما ما بيعرفوش يعيشوا غير كده، متعودين على المكسب والخساره. زي ما تقولي كده الموضوع بالنسبه لهم بقى ادمان. هو انت ممكن في يوم من الايام تبقى زيهم؟ صعب، والا ما كنتش بعدت. انا عارفه انك بتحبهم، مع انك مش مبين لهم ده يا صالح. دمي دمي يا آية، أهلي وعيلتي وعزوتي. محدش بيختار أهله. على الاقل خليك جنبهم الفتره دي، هما اكيد محتاجين لك. أنا هفضل جنبهم لحد ما ورق السفر بتاعي يخلص. صحيح انت ليه ما قلتلهمش على موضوع السفر ده؟ وأنا اللي بحترم ذكائك يا آية. في إيه؟ ما أنا لو قلت لهم بابا هيمنعني، مش بعيد كمان ممكن يحبسني. الموضوع لازم يجي مفاجأة. المهم بس يلا قومي عشان اوصلك لحد البيت. زكريا تعال. اشمعنى زكريا يعني؟ هنعمل ايه يا حاج؟ هناخد عزا عمك النهارده. يبقى مين بقى اللي عمل فينا كده؟ متولي وجلال. جلال سافر، بس اهله هنديهم له لما يرجع لنا بالسلامه. ومتولي؟ متولي حابس نفسه في بيتهم ومزود الرجاله والسلاح عشان يحموه. انا طار عمي ما يكفينيش فيه 1000 روح.
هنطربق البيت فوق متولي واللي بيحموه. هو ده الكلام. راجل يا زكريا. طب اهدى اهدى يا زكريا واقعد. اهدى ازاي بس؟ اهدى ازاي يا حاج؟ اهدى يا زكريا، اهدى واسمع كويس اللي ابوك هيقول لك عليه. انت اللي قلت لنا ان الطار لازم ناخده بايدينا وان الطار ما بيباتش. قلت لك بس ما علمتكش. انت دلوقتي دماغك سخنه، وطول ما دماغك سخنه هيصطادوك وانت رايح. عمك سليم حط خطه، هيقعد معاك ويقول لك. اهم حاجه عمي ينام في تربته مستريح النهارده. الطار ما بيريحش اللي مات، بيريح اللي عايش. قوم يا ابني روح مع عمك سليم، خد بطار عمك وانا هاخد عزاه. ما انا مش هستنى هنا في البيت لما اموت من القلق. اي حد يخرج من القصر تخطفه فورا، اي حد. هي مش هتتحل غير كده عشان نعرف نتفاوض عليه. اوامرك يا ريس. عياطي يا نهد عياطي. جوزك ما يكفيهوش عياط الدنيا كلها. قدر ومكتوب. ربنا يصبرك يا نهد ويصبرنا جميعا. ونعم بالله. شريف قال لي لما هيبقى كبير هيبقى معايا موجود على طول، بس هو دلوقتي مش موجود، راح خلاص مش هشوفه تاني. راح مدالي فداني. الله يرحمك يا شريف. ولادك ولادي يا ناهد. ربنا يصبرك. حق جوزك هيرجع للادي. بسم الله الرحمن الرحيم.
اضربوا على كل اللي في الارض. مش عايز حد فيهم معايا. زكريا لو قربت من هنا انا وهو هنموت. هتعمل ايه يا زكريا؟ هتعمل ايه؟ سامحني يا ابن عمي، بس الطار لازم يتاخد.